فيلمنا بيبدأ مع كيت ومات، اتنين متجوزين بيحبوا بعض وبيتنقلوا لبيتهم الجديد اللي بيحتاج لشوية إصلاحات وترميم، وبيكون بيتهم متكون من دورين، وبيبقى في الدور التاني كراكيب كتيرة من السكن الأول، وبيفضل مات يرمي في العفش القديم لحد ما بيلاقي مفتاح حديدي كبير وبيرميه مع باقي العفش. وبتكون كيت بتنظف المطبخ فبتلاقي عصفور ميت في الأرض، فبتطلع بره البيت عشان تدفنه، وبتتخض من صوت رمي العفش القديم من الشباك، وبترجع علشان تدفن العصفور بتلاقيه اختفى من قدامها، فبترجع جوه البيت تاني عشان تكمل ترويق. واثناء ما مات بينظف بياخد باله ان في باب في الحيطه متداري بورق حائط، وبيفضل يشيل في ورق لحد ما بيبان الباب بالكامل قدامه، وبيلاقي مفتاح الباب شبه المفتاح اللي هو رماه، وبيروح يدور عليه عشان يفتح بيه، وبيحط المفتاح في الباب وبينادي مراته عشان تشوف الاوضه اللي هو لقاها، وبيعتبروها مساحه اضافيه للبيت مش اكتر. وبيجي الليل وبيرتاحوا بعد يوم متعب، وبيجي تاني يوم وبيكونوا طالبين مندوب من شركه الكهرباء علشان كهرباء البيت مش مظبوطه، وبينزل مات مع البدروم وبيلاقوا ان في شبكه اسلاك كتيره ومعقده جدا في البيت، وان مصدر الكهرباء قديم جدا وما بقاش بيتصنع من زمان، وانه ما يقدرش يعمل حاجه في البيت. وبيسال مات انه اكيد مش من المنطقه والا ما كانش هيشتري البيت ده بالذات، وبيسألوا مات عن السبب، وبيوضح له المندوب ان البيت ده حصلت فيه جريمة قتل زمان، ومن ساعتها محدش بيقرب من البيت ولا بيفكر يشتريه. وبعد ما المندوب بيسيب مات بيدخل علشان يشوف قصة البيت واللي حصل فيه، وبيرى ان اصحاب البيت اتقتلوا فيه على ايد شخص مجهول ملوش اي ملف بيدل على شخصيته، وتم القبض عليه بعد ارتكابه الجريمة، والحكم عليه بالسجن مدى الحياة في مستشفى الامراض العقلية، وهويته مجهولة لحد دلوقتي، وبيطلق عليه اسم جون دو. وبيفضل يقرا في الاخبار لحد ما بيجي عليه الليل وبيلاقي مراته نامت على الكنبة، فبيطلع يقعد شويه في الاوضه اللي لقوها ومعاه ازازه الويسكي، وبيفضل يشرب فيها لحد ما تخلص، وبيقول ان نفسه في ازازه تانية، وبيتقفل الكشاف اللي جنبه، واول ما بيرجع ينور تاني لوحده بيلاقي ان في ازازه ظهرت تاني قدامه زي ما اتمنى، فبيتخض من اللي بيحصل. وبيطلع النهار وبتصحى كيت من النوم وبتلاقي مات ما نامش طول الليل، وبتدخل عليه الاوضه فبتلاقيه ماسك لوحه فان جوخ الاصليه، والاوضه مليانه حاجات كتير حواليه، وبيطلب من مراته انها تتمنى اي حاجه عايزاها، فبتقوله انا عايزه $1000، فنور الاوضه بيطفي وبينور تاني، وبيفضل مات يدور حواليه وسط الحاجات اللي في الأوضة، وبيطلع لها $1000 اللي هي تمنتها، وبتسأله عن سر الخدعة اللي عملها، وبيفهمها إن مفيش خدعة ولا حاجة، وإن السر في الأوضة نفسها، وبيخليها تجرب تتمنى تاني، وبتتمنى المرة دي $1,000,000، وفعلا بتظهر قدامها $1,000,000، وبيفضلوا اليوم كله يتمنوا كل اللي عايزينه، وبيقضوا اليوم وهم في منتهى السعادة. وبيتمنى مات بحكم شغلته كفنان كل اللوحات الأصلية كل الفنانين المشهورين عشان يزين بيها بيته، وبيكونوا مبسوطين من اللي بتعمله الأوضة. ولكن بالرغم من ان بقى في ايدهم يجيبوا اي حاجه نفسهم فيها، الا ان كيت بتفضل مفتقده اهم حاجه وهي انها تبقى ام، وده بسبب كلام الدكاتره ان فرص الولاده ضعيفه بسبب انها سقطت مرتين قبل كده. وبيحاول مات انه يهون عليها وبيحضر لها اوضه في البيت كاوضه للاطفال، وبيطلب منها انهم يجربوا تاني، لكنها بترفض وبتقول انها مش هتستحمل خساره طفل تاني، وان ما عندهاش استعداد تحاول اكتر من اللي حاولوه. وبيسيبها مات وبيتمشى شويه بره البيت، وبيرجع لها تاني وبيلاقي ان في ايدها طفل صغير، وبيفهم المصيبه اللي مراته عملتها، وبيقول لها ان الاوضه ما ينفعش نطلع منها شيء حي لاننا عارفين ان اي حاجه من الاوضه عباره عن وهم ومش حقيقه، وبيجبرها انها تاخد الطفل وتحاول تخلي الاوضه تخفيه زي ما ظهرته، وما بتقدرش انها تتكلم لانها خايفه ان الاوضه تاخده منها فعلا، وبتطلب من مات ان هو اللي ياخده ويخفيه زي ما هو عايز. لكنه اول ما بيشيله بيفضل الطفل يعيط بين ايديه وما بيقدرش هو كمان يتكلم، وبيدي الطفل لكيت وبيسيبها وبيخرج من الاوضه، وبتبدا كيت انها تربي الطفل. وبيكون مات مش قادر يشيل جون دو المجرم اللي قتل اصحاب البيت من راسه، وبيكمل بحث عنه، وبيقرا تصريح من تصاريح جون دو بيقول فيها ان الاوضه هي اللي خلته يرتكب جريمته، وبيقرر انه يروح للمستشفى اللي هو فيها يمكن يقدر يقابله، وبيقول للاستقبال انه عايز يقابل جون دو، وبيكذب وبيقول انه صحفي وعايز يقابله عشان يعمل معاه مقابله صحفيه، وبتسمح له الممرضه بمقابلته. واول ما مات بيقابله بيقول انه ساكن في البيت اللي حصلت فيه الجريمه، وبيفهم جون دو سبب الزياره لوحده، وبيسال مات لو كان استمتع بالاوضه كويس واتمنى كل اللي نفسه فيه، وبيقول انه لازم ياخد بنصيحته ويسيب البيت ويمحي الاوضه من ذاكرته تماما، لكنه عارف ان ده مش هيحصل ولازم يتحمل نتيجه امنياته. وما بيستفيدش مات اي حاجه من جون دو وبيرجع بيته، ولكن بيعدي الاول على البنزين عشان يحط بنزين في العربيه، وبيجي يطلع فلوس من جيبه وبيلاقيها رماد، وما بيفهمش اللي بيحصل، فبيرجع للبيت وبيجرب يرمي فلوس كتير من شباك البيت، وقبل ما بتلمس الارض بتتحول لرماد برضه، فبياخد لوحه من اللوحه الموجوده وبيحطها عند عتبه البيت،
وبيلاقي النص اللي بعد العتبة بيتحول لرماد، وبيفهم ان اي حاجة بتطلع بره عتبة البيت بتفنى، وبيطلع مات يكسر في الأوضة عشان يفهم دي تشتغل ازاي، لكنه بيلاقي ان كل حيطانها وحيطان البيت مليان اسلاك زي الاسلاك الموجودة في البدروم. وبيشوف مراته وهي طالعة بالطفل بره البيت وبيحاول يحذرها، لكن مراته ما بتصدقوش وبتطلع تقف بالطفل بره، وبيبدأ الطفل جسمه يكبر، وكيت تصرخ لانها مش عارفة ايه اللي بيحصل للطفل، وما بيقدرش مات انه يسمع مراته بتصرخ من غير ما يساعدها، وبيطلع جري عشان يدخل الطفل جوه البيت، وبيبصوا له وبيلاقوا جسمه كبر وبقى طفل كبير فجأة. وبتاخد كده الطفل بتحميه وبتسيبه نايم، وبتنزل لمات عشان تفهم منه اللي حصل، وبيقولها ان الأوضة بتصنع اي حاجة بشرط واحد، ان الحاجة دي ما تطلعش بره البيت ابدا والا هتفنى وتتحول لرماد. وبيبصوا وراهم بيلاقوا ان الطفل فاق وواقف وراهم، وبيعدي الوقت وبتبقى كيت بتعمل الطفل كانه ابنها، وبتبدا انها تعلمه وتدرس له، وبتسميه باسم شين، وبتقنعه انه مريض وما يقدرش يخرج بره البيت والا هيتصاب بجراثيم كتير وممكن يموت. وبيكون مات منفصل تماما عنهم وحابس نفسه في اوضته عشان يوصل لطريقه عمل الاوضه، وبيبقى شبه اتهوس بيها لدرجه انه بيطلب طرد فيه مسدس عشان يحمي نفسه بيه قدام اي ظرف. وبتكون كيت كل همها ان شين يفضل جوه البيت وما يحاولش يخرج ابدا، لدرجه انها تقفل الشبابيك بخشب من بره، وبيفضل شين محبوس في البيت، وبتكون كيت خايفه عليه حتى من اكل وقرقشه التلج لانها بتكون خايفه على اسنانه لا تتكسر. لحد ما شين في يوم بيدخل الاوضه من ورا كيت، وبيلاقوا ان النور اتقفل وولع تاني، وبيروح ناحيه الاوضه وبيلاقوها بقت عباره عن غابه كبيره بنفس تخيل الطفل بالظبط. وبيفهم مات ان الموضوع كل ما يعدي كل ما يبقى اخطر، وبيطلع شين بره الاوضه وبيمنعه انه يدخلها تاني، وبيقفل الاوضه بالمفتاح، وبيقول لكيت ان مفيش حد هيدخل الاوضه تاني لان شين بقى خطر عليهم، لانه بكل بساطه ممكن يتمنى تنين وساعتها يتدمروا كلهم. وبيسمعوا ان التليفون بيرن وبيرد عليه شين مع انه ممنوع يرد على حد، وبيكون المتصل هو جون دو من مستشفى الامراض العقليه، وبيكون عارف رقم البيت لانه كان عايش فيه قبل كده. وبيخطفوا السماعه من ايد شين وبيكمل مات كلام مع جون دو، وهو بيقول جون دو انه واضح انه مات منه طفل، والطفل كبر كمان بعد ما خرج من البيت، وده اللي هيحصل لو طلع تاني بره البيت لمده طويله وساعتها هيشيخ ويموت، ولكن في طريقه واحده لو عايزين ان الطفل ما يكبرش ويعيش حياه طبيعيه. وبتكون كيت سمع المكالمه من السماعه التانيه، وبتسمع جون دو وهو بيقول ان علشان الشيء المصنوع يعيش لازم الصنع يموت، بمعنى ان علشان شين يعيش طبيعي لازم اللي اتمناه يموت في البيت، وبكده لازم كيت تموت. وممكن لو شين هو اللي قتلها ساعتها يتقبض عليه ويترمي في مستشفى الامراض العقليه زيه كده. وبيفهم مات ان جون دو اتولد في الاوضه هو كمان وملوش اي سجلات لانه كان وهم من الاوضه وقتل اهله عشان يعيش هو، ولكن اثناء ما كيت بتسمع المكالمه بتعمل صوت بالغلط، وبيعرف مات ان كيت سمعت المكالمه، وقبل ما يروح لها بتكون خدت العربيه وبعدت عن البيت. وبيفضل مات قاعد لوحده مع شين في البيت، وبيفضل شين يسأله عن مكان والدته وبيزن عليه لحد ما مات بيفقد أعصابه، وبيقوله إنه مش حقيقي وإنه شخص وهمي ومالوش أب ولا أم، وبياخده من إيده وبيفتح له بره البيت، وبيقوله لو خرج بره البيت هيموت بسبب إنه مش حقيقي، وإن مفيش جراثيم هتضره، وكلها قصة كيت مألفها علشان تخوفه من الخروج مش أكتر. وبيخاف شين من مات وبيطلع جري على أوضته وهو خايف، وبترجع تاني كيت للبيت وبتقابل مات وبتقوله إنها كانت محتاجة تفكر شوية في اللي سمعته ومش عايزة تتكلم في اللي اتقال تاني. وفي النهار بيتسحب شين وبيسرق مفاتيح مات، وبيصحى مات على صوت فتح الباب، وبيقوم الاتنين يشوفوا مين اللي فتح الباب، وبيلاقوا هدوم شين واقعه في الارض وصوت طالع من الصاله، وبيلاقوا ان شين كبر في السن وبقى شاب ناضج وماسك المسدس بتاع مات في ايده وبيهددهم بيه، وانه عايز يقتل مات لانه مش بيحبه وساعتها هيفضل مع كيت دايما. وبتحاول كيت انها تهدي ابنها شين وتاخد منه السلاح لحد ما بيهجم على مات وبيخبط كيت في حرف البيانو وبيغمى عليها وهي شايفه مات بيتخانق مع شين، ولكن بتصحى وبيكون قدامها مات بيطمن عليها وبتساله ايه اللي حصل لشين، وبيقولها ان اثناء خناقتهم في رصاصه اتضربت غلط وجت فيه فاتقتل، ومات طلعه بره البيت عشان جثته تختفي، وبيطلعوا هما الاتنين لبره البيت مكان موت شين، وبعدها بيشيلها مات وبياخدها لجوه البيت، ولكن بيظهر ان مات الحقيقي واقع مغمى عليه في البيت، وبيفوق مات الحقيقي وبيفضل يدور على كيت وما بيلاقيهاش، وبيجري ناحيه الاوضه وبيدور على مفتاحها ما بيلاقيهوش، وبيفهم ان شين وكيت جوه الاوضه وشين قافل عليهم من جوه، وبيفضل مات يحفر في حته الاوضه علشان يقدر يدخل جوه الصاله، وبيعرف ان شين اتمنى انه يبقى نفس شكل مات، وزي ما عمل غابه كامله عمل بيت طبق الاصل من بيتهم الحقيقي، علشان كده قدر انه يخرج بره عتبه البيت لان البيت نفسه بقى عباره عن وهم جوه الاوضه. وبيكون شين اللي في شكل مات قاعد مع كيت وبياكلوا سوا لحد ما بيغلط شين وبياكل التلج اللي قدامه بيقرقشه، ودي حركه كيت عارفه ان مات ما بيعملهاش وان شين بس هو اللي بيعملها، وبتشك فيه وبتحاول انها تهرب منه، وفي نفس الوقت بينجح مات الحقيقي انه يدخل الاوضه من خلال الحيطه، وبيفضل يجري في الغابه لحد ما بيلاقي بيت طبق الاصل من البيت اللي هم عايشين فيه، وبيفهم خطه شين اللي بيكون ساعتها بيحاول انه يغتصب كيت لانه فاكر انها تحبه اكتر بالطريقه دي،
زي ما بتحب مات. وبيدخل مات البيت، وأثناء هروب كيت بتلاقي إن في 2 ماتوا قدامها، والاتنين طبق الأصل من بعض، ومش عارفة تصدق مين فيهم، لحد ما بتروح لواحد فيهم، وأثناء ما بتهرب معاه بتناديله باسم شين، وبتلاقيه بصلها وبتفهم إنها مع شين مش مات، وبترميه من على السلم وبيقع مغمى عليه. وبيهربوا من البيت ناحية مدخل الأوضة اللي في الغابة، وبيفتحوا الباب وبيبقوا دخلوا جوه البيت الحقيقي، وبيحاولوا يخرجوا منه قبل ما شين يلحقهم. وبيفضل مات واقف ووراه باب البيت مفتوح لحد ما بيخلي شين يهجم عليه، وبياخده لبره البيت، وبتقفل كيت باب البيت، وبتشوف شين بره وهو بيترجاها تسيبه يدخل، وبيكبر قدامها في السن لحد ما بيبقى عجوز، وبيقع في الأرض وبيتحول لرماد، وبيموت قدام عين كيت. ولكن بعد مرور شهر بتعمل كده اختبار حمل، وبيطلع إيجابي، وبتبقى مش عارفة تعمل إيه، وبتترعب لا تكون حامل من شين مش من مات.